السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى طحينة بيضة زي ما انتم شايفين كده، الجمال والريحة ما اقولكوش. قبل ما تيجي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا ما يحلاش رمضان الا بالطحينه، جنب المشويات وجنب كل السلطات، كل جنب اي حاجه الطحينه. جنب المشويات، جنب الفراخ مشويه، جنب كفته، جنب كباب، جنب سمك، جنب اي حاجه الطحينه. هنحط معانا اللي هي العيار بالظبط كوبايه سمسم كبيره، عليها نص كوبايه دقيق، وهنقلب على النار على يعني هنسخن الدقيق مع السمسم تسخين جامد، يعني تسخين قوي، مش تحمير، لا تسخين. بنطير كده الرطوبة اللي في الدقيق وفي السمسم عشان خاطر لما تيجي تطحنيه يسهل معاكي في الطحن اللي انت في الكبة اللي انت لما تيجي تطحنيه. يعني الدقيق ده بيسهل طحن السمسم. لو طحنت السمسم لوحده السمسم مش هتلاقيه مبلبل كده ومعجن. فالدقيق هنا بيسهل عملية الطحن بتاع السمسم. هنسيبهم بقى يبردوا، مسخناهم قوي، سيبناهم شويه، نسيبتهم لما بردوا خالص. وبعد كده بقى في الكبه بتاعتك وبتحط السمسم كده مع الدقيق، هتحط يعني هنطحنه قوي بقى في الكبه كده زي ما انتم شايفين. انا بحاول بس بحط الخليط بتاعي ده بعيد عن الحته الدايره اللي في الكبه دي، لان لو سقط فيها سمسم مش هينطحن، فبقى بحاول ابعده عنها يعني. هنطحنه بقى كده، هنخلي السمسم ما يكونش واضح خالص يعني بنطحنه ناعم جدا. حاول تطحنيه كذا مرة كده عشان خاطر يكون، وبيطلع بقى حلو كده ومفرول وحلو في الطحن عشان خاطر الدقيق. انما لو طحنت السمسم لوحده ما بيكونش كويس لما يكون مع الدقيق. الدقيق بيساعده ان هو ينطحن كده مع بعضه حلو يعني. اهوت شايفين ده اول دور اهوت، انا عملتهم على مرتين لان الكميه اصلا يعني حبه السمسم اللي كانوا عندي مش كتير، هي كوبايه سمسم بس، اللي هي المج اللي هو العادي بتاعنا ده، يعني اللي هي الكوبايه العاديه خالص. وبنفس العيار، هي نفس عيار الدقيق، يعني الكوبايه نص كوبايه دقيق عليها بس. عايزه ممكن تزودي الدقيق بتزودي عادي برضو، بس بيكون بقى ال يعني السمسم طعمه مش بيكون واضح قوي بقى زي ما بيكون يعني السمسم يعني كميته كتيرة شوية عن الدقيق. انما ما بتزودي دقيق طعم السمسم بيروح شوية، يعني ما بيكونش مركز قوي. فهو اللي انا عاملاه متوسط، ولا كده ولا كده. في بقى ناس يعني هو ده بتاع السرجة، وبتاع الناس اللي هو بتاع المصانع اللي هي العيار اللي هو الدقيق على على السمسم. مفيش بقى سوداني ولا الكلام ده خالص، مفيش اي مصنع بيحط سوداني على بيحط سوداني على على الطحينه. هو السمسم والدقيق والزيت بس. كده برضه هنطحن بقى الدور التاني اهوت. بحاول اطحنه قوي عشان ما اخليش، عشان ما تكونش يعني مرززه كده. تكون ناعمه الطحينه، تلاقيها ناعمه كده وحلوه، انما ما تكونش خشنه. لان لو السمسم ما انطحنش حلو هتلاقي السمس يعني هتلاقيها خشنه، هتلاقي الطحينه خشنه، حتى ما تضربها كمان في الخلاط هتحسها خشنه. هو حالا الدقيق بقى زي السمسم بقى زي الدقيق. وشايفين بقى عامل ازاي ناعم جدا. انما لو كنت طحنت السمسم لوحده هتلاقيه هيعجن معايا في الكبه ديت. انما دلوقتي الدقيق هو اللي مخليه كويس كده يعني. شايفين عامل ازاي ناعم جدا. بس طبعا في رطوبه شويه عشان خاطر السمسم اصلا في زيت. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا واحط في الارضيه الاول حبه زيت كده. هو خدت معايا تقريبا كوبايه زيت، بس مش هحط الدقيق الاول عشان ما ينزلش ما يلزقش في الخلاط. حطيت حبه زيت الاول، وبعد كده بنزل بالخليط بتاعي وهحط بذره ملح بس فقط. بذره ملح، مش هنحط اي حاجه تاني. هي معرفش هي جت ولا لا.
انا حطيت بذرة ملح اهي، جت اهي. حطيت بذرة ملح وهضرب بقى في الخلاط، وانا بضرب في الخلاط هحط الزيت بتاعي اهوت. وايديك تكون يعني ما تنطرش الخلاط قوي، انت بتبقي متحكمه في الخلاط شويه، عشان خاطر انا كده بنزل الزيت اهوت. هي تقريبا خدت كوبايه زيت. بتبقي متحكمه في الخلاط، ما تنطر يعني، ما تخلوش يتنطر. يتنطر كده يخلي الطحينه تنزل وتطلع في الخلاط. لا، شايفين انا عاملاها ازاي؟ هي في تحت بس، عشان لو طلعت اصلا لفوق هتروح اصلا في الخلاط. يعني كده تقريبا الكميه كوبايه سمسم، نص كوبايه دقيق، بذره ملح، كوبايه زيت. والزيت لازم يكون نظيف يا جماعه، لان زيت التموين ما بيكونش كويس خالص في الطحينه ديت، وبيكون ريحته مش حلوه. فيعني يستحسن ان انت يكون عندك زيت يعني كويس، نوعه كويس شويه، عشان خاطر يكون ريحته حلوه في الطحينه. كده انا نزلت اللي في الجناب، لان كان في الجناب كده دقيق لسه ما كانش نزل، فانا نزلته بالمعلقه اهوت. واديت لها كمان تكه كده في الخلاط. والله وانا بطحنها كده ريحتها تحفه. كده كده الطحينه خلصت اهي يا جماعه. اجيب البرطمان بتاعي بقى اللي انا مثلا مجهزاه للطحينه، ويكون متعقم كويس ومغسول كويس، وما يكونش فيه ولا نقطه ميه، وممسوح ومية مية. وبعد كده اهوت شايفين هنزل بقى بالطحينه بتاعتي. شايفين الجمال؟ والله العظيم الطحينه بقى 10/10. شايفين اهيت؟ شايفين شكلها عامله ازاي؟ مصنع الطحينه بذات نفسه يا جماعه. يعتبر نص، يعني يعتبر عملوا اقل من نص كيلو، حاجه بسيطه خالص. هي من كوبايه سمسم، يعني يعتبر نص كيلو، يعتبر 400 جرام. يعتبر عملوا تقريبا 400 جرام تقريبا يعني، او اكتر كمان، لان البرطمان ده اكتر من نص كيلو. فما اعرفش يعني، ما وزنتوش ولا حاجه، بس هو كده كويس يعني، كميه حلوه ومحترمه يعني اهوت. يا ريت بقى تجربوا الوصفه بتاعتي بالطريقه بتاعتي كده، بنفس الطريقه بتاعتي ديت. وبالف هنا وبالف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.